السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي، فيديو النهاردة فيه مجموعة من الأفكار والعادات المهمة جدا في حياتنا اليومية أو حياتك عامة من ناحية التنظيف بالذات. بجد مش كلام بس عناوين هيخليكي فعلا الناس بتحكي عن نظافتك فعلا. هتحسي انك قاعدة في بيت فعلا نظيف نظيف، نظافة فعلا من الآخر، مش مجرد اسم وبس. يا ترى بقى الفيديو ده يستحق منكم كام لايك تشجيعا ليا في قناة عيشة حياتك؟ دايما عندنا المميز والجديد والمفيد. يلا بينا على الأفكار بتاعتنا. يا نهاري على اللي عملته في الحمام النهارده يا بنات، خليتك فعلا تحسي انك عايزه تفرشي وتنامي فيه من كتر النظافه. عايزه اقول لكم ان حمامي ده بقاله 16 سنه زي ما هو كده، الحمد لله محافظه عليه. دايما بنضفه تنظيف اسبوعي بالطريقه دي. بجيب طبق واحط بقى فيه من كل المنظفات الموجوده على الرف عندي. بحط معطر ملابس واحط كلور واحط منظف واحط ملمع واحط كله كده في الطبق، واجيب المقشه الناعمه وانزل بقى في الحيطان كلها من فوق لتحت. ده اسبوعيا علشان الابخره اللي بتتراكم في البيت وعلشان الحمام دايما يلمع ونضيف، ولو اي بكتيريا فيه موجوده على طول ينضف ويتعقم. زي ما انت شايفه كده، ما تستغربوش على القعده البلدي دي، ده الحمامات معظمها بتتعمل كده. طبعا الركنه بفضي كل حاجه فيها وانضفها، وفي الاخر بنشف باللهلوبه، وما بنساش شويه معطر جو. اعملي لي قلب من فضلك. دمتم بخير حبيباتي. هقولك ازاي بنضف الحيطان وفي نفس الوقت بعطر البيت، متخيله؟ يعني تنظيف حيطان وبيدي ريحه حلوه قوي في كل البيت، وريحه بتفضل ماسكه كمان في الحيط. بجيب كده يا بنات طبق فيه شويه من الميه ومنظف المواعين العادي خالص. وبعدين السر هنا بقى، بجيب شويه من معطر الملابس اي نوع عندك، وهي دي الخلطه اللي بتنضف لي الحيطان، بتشيل اي اتساخات فيها، وفي نفس الوقت بتخلي ريحه البيت زي الفل. بس تعالى اقولك على تركية كمان قبل غسل الحيطان. ما ينفعش ان انا اخد الحاجات دي على الحيط من غير ما انفضه. بجيب منفضة الحيطان او ممسحة الحيطان او اي قماشة عندك، بتنفضي الحيط من الاتربة الاول، وبعد كده بدعك الحيطان عادي جدا بالاسبونشة. بس كمان ما بحبش ان انا اخلي البيت كله ميه علشان ما بهدلش الدنيا، خاصة داخلين على الشتاء. بعمل ده كله بالفوطة وبنشفه زي ما انت شايفة كده. يبقى انا نضفت الحيطان من غير ما اغرق البيت ميه كتير، وكمان خليت ريحة البيت حلوة. هتستغربوا لما ببدأ التنظيف العميق ببدأ بإيه؟ ببدأ بباب الشقة. عارفين ليه؟ علشان مش هنساه. ممكن اقعد انضف من جوه تنظيف عميق والبيت يكون فل شمعة منورة، وفي الاخر الاقي نفسي نسيت باب الشقة. ودي اول حاجة بتقع عليها عين الناس اللي بتدخل عندك، او انت عينيكي نفسك، او اول حاجة اصلا في عنوان نظافة البيت. اوعي تنسيه ابدا. زي ما انت شايفة، جبت الاسبونش حطيت عليها صابون مواعين عادي خالص، ورغيت، خدت الرغوة بس على الباب كله بالكامل. اول حاجة نفضته، بعد كده رغيته كله، وجبت فوطة مبللة نشفت الباب زي ما انت. تنظيفات الشتاء او التنظيفات الموسميه عامه، مش اي تنظيف هقول عليه تنظيف. مثلا تحت السراير عندي، هقولك على الخلطه اللي انا بنظف بيها تحت السراير، ضروري في اي تنظيف موسمي علشان تقفلي السراير على نظافه فعلا، ولا يجي نمل ولا يجي اي حشرات. بحط يا بنات في الجردل ده كوبايه كامله من الكلور الخام، وبضيفها ميه وشويه صابون بسيطه، وبعد كده بدعك بقى تحت السرير كويس جدا وبين الفواصل عشان اتاكد ان انا نظفت تحت السراير. هتخزني هدوم، هتخزني بطاطين، اي حاجه، يبقى تحت السرير بتاعك صالح فعلا للتخزين. دمتم بخير. مدخل البيت ما يقلش أهمية أبدا عن تنظيف جوه البيت. ناس كتير قوي بتطنشه وبتحس طالما منظفة البيت من جوه مش مهم المدخل، مع ان نظافة البيت من نظافة المدخل، ونظافة البلكونات من نظافة البيت نفسه. دايما اهتمي بتنظيف الخوارج اللي بره، سواء كان مدخل البيت او البلكونات، هتلاقي دايما بيتك نظيف. وده اول محطة بتقع عليها عين الضيف اول لما بيجي يزور بيتك. ده عنوانك، وده عنوان نظافة بيتك من جوه. اهتمي دايما بتنظيف السلم وتنظيف مدخل البيت. بدأت تنظيفات الشتاء وانبهرت من اللي شفته. تعالي كمان علشان اقولك على طريقة سحرية لإزالة الحبر من الحوائط واي اتساخات ايا كانت. طبعا عندي حبر على الحيط زي اي بيت فيه اطفال بيشخبطوا على الحيط، ولكن انا كل مرة بعمله بطريقة وبتبقى ناجحة ولكن مرهقة شوية. سمعت عن الليفة السحرية، فصراحة والله يا بنات انا جبت استخدمها من باب اللي هو يعني التجربة، مش متخيلة النتيجة. فلما عملتها لقيتها فعلا يا بنات بتزيل الحبر من غير اي اضافات خالص. كل اللي فيها ان انا بفتحها من الكيس وبالله تحت الحنفيه واعصر الميه منها واستخدمها على الحيط. كمان لو عندك اسلاك زي بتاعه الشواحن فيها اتساخات واصفرار كده، بصي بتشيلها بمنتهى السهوله. وكمان اصفرار الاحواض والحاجات دي عايزه اجربها على حيطه الوان كمان مش حيطه عاديه، لقيتها كمان بتزيل من غير اي اضافات تانية. جربيها، سعرها 8 جنيه ونص بس. حاولت ازيل الحبر اللي على الخشب مش بيتشال بيها. دمتم بخير، بحبكم جدا.
مراتب غرف الأطفال فعلا بتسبب لنا أزمة، وما عندناش حيل بقى نشيل كل شوية نشمس المراتب وندخلها، خاصة إن احنا داخلين على فصل الشتاء. تعالى أقولك على طريقة محترمة لتعقيم فعلا المراتب وتعطيرها وتعقيمها من أي روائح. زي ما انت شايفة جبت كده البيكنج صودا وجبت المصة بتاع المطبخ وفردت الكربونات أو البيكنج صودا على المرتبة بالكامل. بتفرديها كده بالفرشة وتسيبيها مثلا قيمة نص ساعة أقل حاجة، يا ريت لو تسيبيها ساعة وتفتحي كمان الأوضة علشان المرتبة تتشرب. لغاية كده مش وقفنا كده في الطريقة، لسه في حاجة كمان. هتجيبي بقى المكنسة بتاعتك وتشفطي كل الكربوناتو اللي على المرتبة ده. اوعدك بريحة حلوة قوي للمرتبة وتعقيم وتنظيف. تقدري تستخدمي الطريقة دي كمان في تعقيم السجاد وتنظيفه، في تعقيم الانتريه، في تعقيم المرتبة بتاعة غرفة النوم بتاعتك. ما تنسيش كمان زي ما انا بقولك تشمسي الأوضة وتفتحي الشبابيك، هيحفظ لك كده الأوضة دايما ريحتها حلوة، وهيغنيكي عن شيل وحط المراتب بره البيت. دمتم اكيد بتشوفي المنظمات دي وبتبقى شكلها مغري جدا، ممكن تبقي تعرفي تستخدميها كويس، وممكن تبقي بتشتريها من باب بس الاستحسان وانك عاجبك الشكل وبتركنيها في ظرف المطبخ او عندك في الدواليب ومش عارفه تعملي بيها ايه، مع انها لها استخدامات كتيره قوي. جربي انك تستخدميها كمنظمات في دواليب الاطفال، تحطي فيهم القطع بتاعه الملابس الصغيره، تحطي فيها الشرابات، حاجه زي كده. ممكن تحطيها في درج التسريحه لتنظيم الميك اب، او ممكن تحطيها في المطبخ لتنظيم القطع الرفيعه. ده ممكن برضو كمنظم للتلاجة او لدرج المطبخ. الحاجات دي هتخلي بيتك كده فعلا منظم ومترتب. تخيلوا طلعنا كل الوقت ده بنستخدم الشرشوبة غلط، وبنمسح الأرض بطريقة مش صح، علشان فعلا تقضي على البكتيريا والجراثيم وتنضفي البيت فعلا بطريقة صحيحة وتحافظي على الشرشوبة دايما ريحتها حلوة ونظيفة. استخدمي الطريقة دي. هتحطي في جردل المسح ميه مغليه، وده اهم حاجه، وهتحطي معاها شويه من الكلور وشويه من معطر الارضيات او اي حاجه تخلي ريحه البيت حلوه. وبعد كده هتمسحي بالميه المغليه. هتلاحظي فرق كبير جدا في طريقه النظافه. السيراميك بتاعك هينضف بطريقه اقوى، والشرشوبه دايما هتبقى ريحتها حلوه ونظيفه. ساعات كده الناموس او الدبان بيعمل نقط كده على الشبابيك كده الخشب والازاز، وبنبقى عايزين ننضفها وخايفه على الشباك الخشب بتاعك. تعالى اقولك ازاي هتنضفيه وتعقميه وتخليه زي الفل وتحافظي على الخشب كمان. طبق صغير هتحط فيه شويه من صابون المواعين، وحط كمان نص غطا كده من الدوني او المعطر يديكي ريحه حلوه كمان. وبعدين ادعكيه زي ما انت شايفه كده بالسبون شرغاوي بس، ونشفي بفوطه. الشباك هيبقى بيبرق وبيلمع، وفي نفس الوقت حافظتي على الخشب. واخيرا خلصت تنظيفات الشتاء. علشان بقى نظافتي ما تروحش على الفاضي، لازم في الاخر امسح البيت بالميه. بصراحه انا ما بقتنعش ابدا بالناس اللي بتعمل بالشرشوبه في التنظيفات العميقه. جبت طبق فيه كده شويه من المعطر، شويه من البريكس او اي ملمع ارضيات، وبعدين جبت المقشه الخشنه بتاعتي صديقتي في التنظيف دايما. وبعدين بقى مسكت الارضيه كلها دعكتها كده وبين الفواصل والسيراميك، علشان فعلا يا بنات ده بيفرق جدا والله في ريحه نظافه البيت. لكن لو مسحت بالشرشوبه في التنظيفات العميقه ما بينفعش، وده فرق بين التنظيف اليومي بالتنظيف العميق. تنظيف عميق يعني لازم امسح كده بالميه، اما التنظيفات اللي هي بتكون يوميه بتنفع بالشرشوبه بتبقى زي الفل. جربي انك تمسحي دايما كده بالمقشه، بتفرق جدا جدا في النظافه. وفي الاخر جبت الشرشوبه بتاعتي النظيفه دايما المعقمه، وبرضه نشفت البيت فيها علشان اتاكد ان انا نظفت نظافه فعلا عميقه. بعد ما خلصت تنظيفات الشتاء كلها، عايزه اقولك ان تعطير البيت عباره عن خطوات مش خطوه واحده. يعني اللي يقولك عطري حطي مش عارفه ايه وده هيخلي ريحه بيتك حلوه، حطي كذا وهيخلي ريحه بيتك حلوه، الكلام ده كله مش صحيح. الصحيح ان التعطير عباره عن خطوات، بيبدا من اول التنظيف، وبعد كده تنفيض الشبابيك، وبعد كده تزعيف السقف عشان ما يبقاش فيه ريحه تراب في البيت، ومسح الارضيه بقى بالكامل بالمعطر. وبعدين انا غسلت الحيطان بتاعتي بالمعطر كمان، والشبابيك مسحتها كده بصابون ومعطر. يعني ريحة البيت نفسها بدخل فيها المعطر من قبل ما احط فقرة المعطر اللي انت شايفاها دي، وفي الاخر برش المعطر على الورود وعلى الستاير ولغايه هنا خلص الفيديو، بس افكارنا لسه ما خلصتش. تابعيني دايما ان شاء الله باذن الله، هقدم لك دايما افكار حلوه قوي. دمتم في امان الله حبيبتي ومحبتي، ما تنسيش تدعميني بلايك. جزاكم الله خيرا. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.